ازيكم اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده هنعمل ساندوتش الفظيع ده. ف تابعوا معانا كده الفيديو خطوه بخطوه، كل التكات والحاجات اللي انا هقولها. بصوا لي بقى ايه على الطبقات كده. ساندوتش الغني الفظيع ده عملناه في البيت وكان تحفه طبعا، امن جدا، الدنيا تمام. حاطين التوابل اللي احنا عايزينها وعاملين كل حاجه بمزاجنا وعلى ايه، على مزاجنا. يلا بقى على الطريقه على طول. دي فراخ بانيه مغسوله كويس ومتنضفه ومحطوط عليها ملح وفلفل اسود فقط لا غير. نيجي بقى على الخلطه اللي هنعملها للفراخ دي. بيضه، بيكنج باودر معلقه صغيره، معلقه صغيره من النشا، 3 معالق كبار من الدقيق. تمام. وهنزل بالتوابل، فلفل اسود، ملح، هحط توم باودر وبصل باودر، وهحط كمان كاري، وهحط بابريكا، وهنحط زعتر. انا اساسي زعتر معايا في اي حاجه. وهنخفف القوام ده بشويه ميه، وهنقلب كويس قوي كل المكونات دي مع بعضها لحد ما اوصل لقوام مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. يعني عايزه قوام يبقى ماسك كده على الفراخ. بصوا انا قلبت كويس وبعدين لقيت القوام خفيف فزودت تاني دقيق. فخلاصة الدقيق كله كان قد ايه؟ كان 3 معالق كبار من الدقيق. طيب هل كلنا نحط 3 معالق كبار من الدقيق؟ لا، مش كلنا طبعا، على حسب البيضة اللي انتي مستخدماها، على حسب المية اللي انتي حطيتيها. اهم حاجة لو القوام خفيف هزود دقيق، لو القوام تقيل هزود مية لحد ما اوصل للسمك اللي انا عاوزاه يبقى بالشكل ده. ولا هو يقع من على الفراخ ولا هو يبقى تقيل قوي عامل زي العجينة، هو يبقى بالشكل ده. وطبعا الخلطة دي نقدر نعمل معاها او يعني نقدر نستخدمها لاي حاجه، مش شرط فراخ بس، نقدر نعملها الجمبري، نقدر نعملها له خضار. بصوا اي حاجه. هنتكلم عن الموضوع ده في فيديو تاني ان شاء الله. خلينا نرجع بقى ايه لموضوعنا. طيب الحاجه بقى اللي هنعمل فيها اللي هي ايه، هنحط ايه الطبقه اللي بره. انا حطيت 3 حاجات مع بعض، وضروري جدا الميكس ده. ربع كوبايه من الدقيق، ماشي، برضو الكميات دي على حسب الكمية الفراخ اللي انتي عاملاها. وشوية من خلطة الفراخ المقرمشة ايا كان انتم مستخدمين ايه. والبقسماط بتاعنا انا بزود على البقسماط ده حبة البركة. جربوها وهتدعولي. هتبقى تركة من التركات الجميلة جدا، تدي شكل حلو جدا لحتة الفراخ بعد ما تطلع، وكمان بتدي طعم حلو جدا جدا جدا. جربوها وهتعجبكم جدا. بقلب بقى الخليط ده كله كده مع بعضه كويس قوي. الدقيق مع خلطة الفراخ، ما حطيتش توابل علشان انا حاطه خلطه الفراخ دي بتبقى اوريدي متبله، بتبقى عليها توابل، وكانت كمان سبايسي، فعشان كده مش هحط اي حاجه حراقه تانية. باخد بقى قطعه الفراخ بعد ما سبتها شويه في التتبيله، سبتها حوالي ربع ساعه او حاجه، وبعدين بحط بقى على الدقيق مع الخلطه اللي احنا عاملينها دي، وبضغط بقى واقفل كويس قوي عليها. هتشوفوا في الاخر ان هي ولا الطبقه اتشالت ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. الدنيا كانت تمام جدا. نفرد كويس ونضغط كويس، نثبت الدقيق او الخليط اللي احنا، الخليط الجاف ده اللي احنا عاملينه كويس جدا. هقول لكم على برضو حاجه، ممكن بدل الميه اللي انا حطيتها دي تحطوا لبن، وممكن كمان تحطوا مياه غازيه، المياه الفواره دي، بس تكون مش بطعم، اللي هي البيضه، برضو بتدي قرمشه برضو اكتر. يعني بصوا انا قلت لكم كام اختيار، براحتكم بقى خالص. انا هنا خلصت ورحت قليت، بس هسكت قليلا عشان اسمعكم ايه صوت القرمشه. وبصوا ان هي قد ايه لونها حلو وقد ايه جميله ومضمونه، تحفه. انا بحب اللون ده، تقدروا ان انتوا تفتحوا وتغمقوا براحتكم. هجيب بقى ايه طبق كده مليان شويه خضار اللي تحبوه. الخضار براحتكم وكمان الصوصات براحتكم. انا هحط كاتشب واحط مايونيز بس، وانا بحب استخدم الاكياس جدا عن بطرمانات الكاتشب. ما مش بحس بطرمانات الكاتشب دي عمليه خالص، فبحب الاكياس اكتر. هحط بقى ايه، بصوا اهم حاجه بالنسبه لي ان انتوا تخلوا يعني يعني بحس الساندوتش بيبقى احلى كده ان احنا نخلي الخيار في الاخر ونحط معاه المايونيز، او نخليه تحت ونحط معاه المايونيز. اهم حاجه الخيار يبقى مع المايونيز، لانه بيبقوا حلوين قوي مع بعضهم، يعني بيدوكي كده ايه تيست اعلى للساندوتش، بيبقى احلى بكتير. انا طبعا هحط بصل. على فكره والله رصه الحاجات بتفرق، يعني التدريج مع الايه، مع الطعم
انت واخده ايه الاول، وبعد كده هتلاقي ايه بتفرق جدا في الطعم. انا بحط بصل، طبعا بحط خس كابوتشي. زي ما قلت لكم كل واحد يحط الخضار اللي بيحبه واللي هو عاوزه. بس كان السندوتش ده من احلى السندوتشات اللي انا بحبها جدا، بحب اعملها، خفيف كده وسريع ومش مكلف. فكل الحاجات اللي يعني ايه، كل العوامل متوفرة. هحط بقى المايونيز وخلاص. هنا حبيت اوريكم الفراخ من جوه، بصوا قد ايه جميله، مفيش اي حاجه ومستويه وما خدتش وقت في القلي ورهيبه. هنا هعمله دبل، انا حسيت قطعه الفراخ دي طويله قوي كده فقطعتها اتنين، وقلت خلاص هنعملهم ايه دبل يعني عشان تطلع احلى يعني. فعلا السندوتش ده كان احلى. هحط بقى برضو الخيار من فوق، وبعدين هحط قطعه الفراخ التانية، وطبعا البصل مهم جدا على فكره، بيدي طعم وتست حلوين قوي. تقدروا ترفعوه خالص 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 وتحطوه لو مش بتحبوا طعمه يعني ايه واضح. بس واحط القطعه التانية من فوق وهيبقى بالشكل ده. بصوا بقى، بصوا الطبق ما فيهوش نقطه زيت، بصوا ما فيهوش نقطه زيت، وانا عامله قليه عادي. طبعا نقدر نعمله في الاير فراير عادي جدا لو عندكم يعني، بس دي انا عاملاها عادي في الطاسه ليه؟ لان التوبنج معمول صح وكل الخطوات عملناها صح. بس فكان سندوتش حلو جدا مفيهوش زيت خالص خالص خالص، كان حلو ومقرمش وجميل جدا. هو بس تقدروا بقى تقدموه مع اي حاجه. انا عملت عصير برتقال فكان لذيذ. لو الفيديو ده عجبكم بليز اعملوا لايك وشير، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. وبون ابيتي.